السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. جيتكم اليوم بواحد الكغاتان اقتصادي بلا لحم بلا دجاج بلا كريمه طازجه، يعني وصفه اقتصاديه والبنات تجي هايله. ان شاء الله تجربوها وتكتشفوا النتيجه. انت كتشوفي المكونات تقولي زعما هذه تجي بنينه، بصح كي تجربيها تجي هايله، راح تسلكك في الفطور ولا في العشاء. بالنسبه للمكونات اللي نستعملهم، نجيب حبه تاع باذنجان، هذه الكغاتان تاع الباذنجان. نجيب حبات باذنجان، نقيهم نحيلهم كامل هذوك القشور تاعهم ونقطعهم. استعملت انايا 3 حبات، نقطعهم بهذه الطريقه. بهذه الطريقه نقطعهم بالطول، وندير لهم شويه ملح شويه فلك بحال هكذا، ذرات خفاف من الفوق. واللي تحب دير ثانيك شويه كمون دير ثانيك ذره خفيفه. درت شويه ملح، ندير ثانيك شويه فلك حل. واستعمل ثانيك شويه حاجه قليله تاع كمون كيما تقدري ما ديريش. نربدهم في الفارينه ونقليهم. انا قطعت غير حبه امامكم، دوك نكمل هذوك زوج حبات اللي بقاو لي ونرمدهم كامل. ندير نفس الطريقه، ملح في الكحل شويه كمون، نرمدهم في الفارينه ونديرهم يتقلاو. نجيب مقله ندير فيها شويه زيت، كي تسخن الزيت ندير الباذنجان ونحاول انه كي نطيبو ما نخليهش احمر، يعني لا طيلو لا كولير دوغي. وبطبيعه الحال حاجه باينه لازم يكون طايب. كي يطيبوا من جهه نقلبهم من الجهه الاخرى، ونجيب طبسين ندير فيه بابي باش يشرب لنا كامل الزيت اللي يكون في الباذنجان. الحاجه المليحه في هذا الكغاتا انه ما يجيش مزيت، يعني المواد اللي نضيفهم كي نديرهم في المول راح يمتصوا كامل الزيت اللي كانت في الباذنجان، يعني يجي طبق هايل بنين وماشي فيه الزيت. دوكا نبدا في تشكيل الكغاتا. بالنسبه للكغاتا نجيب لي مول اللي ندير فيهم الكغاتا. عندي هنا 4 حبات بيض، عندي دي بورسيون تاع فروماج، عندي نص حبه تاع بصل نكون رابيتها في لاغاب، وعندي شويه معدنوس. درت فوق هذوك الحبات تاع البيض 4، درت 2 مغارف تقريبا تاع معدنوس مقطع و2 مغارف تقريبا تاع بصل يكون مرابي في لاغاب. درت شويه في الكحل، ما درتش الملح باسكو ديجا درت الملح في الباذنجان والفخوماج ثاني فيه الملح. نحاولوا انه ماشي كل حاجه نديروا لها الملح. جبت المول دهنته بالزيت، درت هذاك الباذنجان فيه هذوك المكونات تاع البيض والمعدنوس والبصل. هنا راني ندير في الزيت الليمون. بعد ما ندهنهم بالزيت نحط هذاك الباذنجان اللي درته في الخليط، نديرو كامل في المول وندير طبقه اولى. كي نكمل الطبقه الاولى ندير شويه فخوماج ونحاول انه نمشي هذاك الفخوماج على كامل الطبقه الاولى. هي من الاحسن يكون هذاك الفخوماج طري باش تقدري تمشيه شويه. من بعد نزيد طبقه ثانيه بنفس الطريقه الاولى، نجيب الباذنجان نديرو في هذيك لاباري ونديرو كطبقه ثانيه، يعني طريقه سهله وديريه في دقائق، يعني كغاتا يجي ساهل وما يشدلكش الوقت ويجي بنين في نفس الوقت. نزيد طبقه ثانيه. انا بالنسبه لهذو زوج حبات داروا لي 2 مول يكونوا صغار، انا هادو لي مول صغار مول انديفيدوال. تقدري ديريه في مول يكون شويه كبير على هذا، يعني مول واحد يكون شويه كبير على هذا.
يعني دايما عينك هي ميزانك، شوفي المول اللي يتناسب مع 3 حبات تاع باذنجان. درت طبقه ثانيه، دوكا نزيد ندير المول الثاني بنفس الطريقه، والبيض اللي يبقى لي اللي دخلت فيه الباذنجان هذا كنديرو كامل من الفوق كيما راه موضح في الفيديو. وندير اي فخوماج يكون عندك بهذه الطريقه. هي الفخوماج غريير هو اللي يعطي هذاك المنظر الشباب من الفوق، باسكو يذوب كامل على المول ويجي هايل. المهم اي نوعيه تكون عندك ديريه. دخلته الفرن يكون مسخن من قبل، ما ديرليش وقت بزاف. المهم كي تشوفيها طابت واحد 10 دقائق هكذاك تديلك، ولا 12 دقيقه. كي تشوفيها طابت نحي الكغاتا وقدميه بهذه الطريقه، وش هي طيبه. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، وصفه سهله راح تهنيك من التخمام تاع واش ندير الفطور واش ندير العشاء، وراح تعجب العائله. راني متاكده انه تعجب العائله. والسلام عليكم في فيديو واحد اخر.